أيتها الأخوات، أيها الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله. اليوم كان موضوع خطبة الجمعة هو عيد الاستقلال، وتتبعنا جميعا في خطبة الجمعة هذا اليوم الوطني الكبير اللي الخطيب تكلم على الحماية وعلى الظهير البربري وعلى الاستعمار كيف تم مواجهة هذه الأحداث باش نوصلوا للاستقلال في 56. والخطيب استشهد بقول محمد الخامس: رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر. الآن استقلنا في 56 ودابا 56 سنة من الاستقلال، ولا طرحت عليكم سؤال واحد: واش حنا راضين على المغرب بعد 56 سنة؟ ما راضينش على المغرب بهذه الشاكلة اللي فيها دابا الآن، لا يمكن أبدا. 56 سنة من الاستقلال ما زالت البراريق معششة في البلاد، ما زالت الديمقراطية تعاني في البلاد، ما زالت السياسة يتحكم فيها في هذا البلاد، ما زالت الإدارة تشرف على الانتخابات في هذا البلاد. ما دام 56 سنة من الاستقلال وما زال الكريمات تتوزعوا مجانا والأراضي تتوزع مجانا، وباقي الامتيازات في أعالي البحار، وباقي الكريمات، وباقي الظلم، وباقي في العدالة تنفتقروها في المحاكم، وتنفتقروا الإدارة، وتنفتقروا الاستثمار الحقيقي في هذه البلاد. وهذا الشيء علاش تنعانيو 56 من الاستقلال للأسف الشديد. الشعب يريد مغرب جديد، الشعب يريد مغرب جديد، الشعب يريد مغرب جديد. إذا حنا كنا ما راضينش على هذا الوضع اللي كاين تقدم ولكن محتشم. آخر حرب العالمية الثانية كانت ألمانيا مدمرة، الآن شوفوا ألمانيا، الآن شوفوا الصين الشعبية ثاني قوة اقتصادية، شوفوا تركيا اللي بدات غير البارح الآن عندها تحتل الرتب الأولى من العشرة الأوائل في العالم. أشنو تصاب هذا المغرب؟ المغرب فيه جوج ديال المسائل، فيه الاستبداد والفساد. هادو جوج ديال الأمور اللي في المغرب جا حزب العدالة والتنمية باش يحاربها، ولذلك حزب العدالة والتنمية رفع الشعار أن التصويت ديالنا الآن هو فرصة لمحاربة الاستبداد ومحاربة الفساد. كيف ذلك؟ أولا قلنا المساهمة في البناء الديمقراطي والسياسي، هذه هي النقطة الأولى اللي جا بها حزب العدالة والتنمية. بغينا برلمان حقيقي، ماشي النص ديالو فيه الناس يبيعوا المخدرات. اطرحنا في البرلمان بأن اللي ما تيخلصش الضرائب ما يترشحش، وما قبلوهاش لاتنا الحكومة، ما قبلتهاش وزارة الداخلية. اطرحنا الإنسان اللي عنده شبهات ما يترشحش، اللي معروف تيعطي الفلوس ما يترشحش. ولكن هذا الشيء كله ترفض، هذا الشيء كله ترفض باش يداروا قوانين على قوانين. طرحنا في البرلمان باش تكون العتبة 8%، باش الأحزاب تكون أحزاب حقيقية ولا ما تكونش، ماشي أحزاب ديال التليبوتيك اللي تتوزع التزكيات بالملايين في هذه الأيام للأسف الشديد. إذا البناء السياسي والبناء الديمقراطي، لأن هذا هو المدخل الحقيقي للإصلاح. خصنا برلمان قوي، خصنا حكومة قوية. ما باغيش شي حكومة يجي شي واحد في الحكومة غدا ويقول لك أنا حكومة جلالة الملك. جلالة الملك سافر برا قال لكم عموا بخاركم، أنا باغي حكومة قوية وباغي برلمان قوي، واللي ما قادرش على هذا الشيء راه ضد الإرادة الملكية. ماشي بحالو. أجل الكرامة. النقطة الثانية والبناء الاقتصادي. بغينا بناء اقتصادي حقيقي اللي الصفقات العمومية فيه تدوز بالنزاهة وتحترم القانون. وحزب العدالة والتنمية تطرح بأن الاستثمارات خاص 30% ولا 35% تكون للمقاولات الوطنية، لأن المقاولات الوطنية تتهمش وتنجب مقاولات. احنا مع المقاولات العالمية ولكن العادلة، ماشي المقاولات اللي تجي وتتاكل الفلوس ديال الأمة وتتمشي بحالها.
إذا احنا نريد بناء اقتصاد قوي. هذا الاقتصاد القوي تيجرنا إلى البناء الاجتماعي القوي. الصحة تكون قوية. واش عباد الله، وهذا طرحت السؤال أنا في البرلمان، المحمدية كلها ما فيهاش سكانير يا عباد الله. هل يعقل أن لا يوجد سكانير في مدينة المحمدية والمرشحة ديال الاستقلال الوزيرة عندها 4 ديال السكانيرات في الدائرة ديالها؟ من يحارب هذه؟ من يوقف هذه المهزلة؟ من يوقف هذه الحكومة؟ هذه الحكومة التي تستغل وسائل الدولة لصالحها وتقدم جهة على حساب جهة. ولذلك حزب العدالة والتنمية بيقال العدالة في الجماعات، العدالة في الجهات، العدالة بين العملات، العدالة في المدن. هذا هو مشروع حزب العدالة والتنمية. إذا البناء الاجتماعي، الصحة، التشغيل، التعليم، إلى غير ذلك من القضايا، هذا هو برنامج حزب العدالة والتنمية إن شاء الله. إلى خلاه يخدم وإلا كانت انتخابات نزيهة، حزب العدالة والتنمية قادر باش يساهم في الإصلاح مع الشرفاء ديال هذا الوطن، ما أكثر الشرفاء ديال هذا الوطن. إلا وجدوا المصداقية غادي يجيو الناس يخدموا المشروع، ولكن لما وجدوش المصداقية ووجدوا بأن دار لقمان على حالها، طبعا حنا تنساهموا في العسوف ديال الناس. إذا البناء السياسي والاقتصادي، البناء السياسي والديمقراطي، البناء الاقتصادي، البناء الاجتماعي، ثم عندنا بناء القيم. افتقرنا إلى القيم احترام القانون، القيم الإيجابية اللي تتبني الدولة واللي تتبني المجتمع واللي تتبني المؤسسة واللي تجعل المجتمع ديالنا قادر على المواجهة، قادر على المنافسة، قادر على الحضور. وأخيرا السيادة. نحن ندافع عن المغرب كما دافع أجدادنا، حرروا المغرب من الاستعمار، ويجب علينا أن نحرر المغرب من الذين رضعوا من ثدي الاستعمار وما زالوا يعششون بيننا ويتكلمون بلغتنا. يجب أن نحارب هؤلاء، يا إما أن يسيروا في طريق الإصلاح وإما أن ينسحبوا من هذا الواقع ويتركوا الفرصة لشرفاء الأمة، للمغاربة الذين يريدون أن يبنوا دولتهم بناء على الديمقراطية. ولذلك أيها الإخوان، أدعوكم وتدعون الناس كلهم للمشاركة بكثافة يوم 25. علاش؟ لأن عدم المشاركة يعطي الفرصة للآخر، لأصحاب المال، بأن يعششوا في هذا البلد وبأن يسيطروا على الانتخابات. إذن فلنكن في الموعد جميعا من أجل محاربة الفساد، لا للفساد، لا للاستبداد. نعم للعدالة، نعم للتنمية، نعم للاقتصاد القوي، نعم لبناء اجتماع قوي، نعم لسيادة قوية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.